ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو محتارين تعملوا اكل ايه او وجبه غدا ايه، تعالوا اقول لكم بمكونات بسيطه جدا هنعمل وجبه غدا خطيره كامله متكامله يا جماعه، طعمها بجد رهيب. هنعمل النهارده سندوتشات برجر بطريقه سهله بسيطه مختصره جدا. من كيلو دقيق بنطلع اكتر من 20 ساندوتش برجر بطريقه سهله ومختصره وبسيطه. بصوا الجمال والعجينه بتطلع قطنية وهشة جدا، والحشوة يا جماعة مش هكلمكم عليها، بتطلع جوسي بطريقة مش ممكن، شبيهة جدا اللي بناكلها من بره، بل بالعكس بقى اوفر واطعم كمان. عندي في البول بتاع العجان هحط كيلو دقيق، وهعمل حفرة كده صغيرة في النص، وهحط معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، ونص كوباية من الزيت، وبيضة. هقلب شوية المكونات دول مع بعض، اللي هو الزيت والخميرة والسكر والبيضة مع بعض كويس قوي. وبعد كده هنبدأ بقى نعجن زي ما انتوا عايزين، بمية دافية او بحليب دافي، او تعملوا ميكس ما بين الاتنين. انا عجنت بحليب دافي عشان العجينة تطلع طرية وقطنية قوي، ولكن انتوا برضو ممكن تستخدموا ميكس ما بين الاتنين او مية دافية بس. هعجن كده مع بعض كويس قوي، وازود الحليب شويه بشويه لغايه ما العجينه عندي تتلم وتبقى عجينه قطنيه ناعمه، وتكون مش بتلزق ولا في الايد ولا في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه العجينه تكون طريه جدا. هلم بقى العجينه بتاعتي كده، بس انا عايزه اوريكم مدى طراوتها قد ايه ونعومتها عامله ازاي، مش مكتومه خالص بالدقيق نهائي. هلمها كده زي ما انتوا شايفين، بصوا الطراوه. وهحطها تاني في البول بتاع العجان، وهنغطيها بقى بالبلاستيك راب او بفوطة مطبخ كده، ونسيبها تخمر من ساعة لساعة الا ربع كده في مكان دافي. عقبال ما العجينة بتاعتنا تخمر هنحضر الحشو بتاعنا. عندي النهاردة لحمة مفرومة، هحط عليهم ملح، فلفل، وصويا صوص. الكمية دي حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، وانا بتبلها بشوية بهارات بسيطة قوي علشان طعم اللحمة المفرومة يبقى باين كده وكأنه فعلا برجر، ما يدينيش طعم حاجة تاني، يبقى طعم برجر صريح خالص. هبدأ بقى كده اكور زي ما انتوا شايفين على حسب طبعا الساندوتش بتاعي، وهبدأ بقى كده اكور واعمل بقى شكل البرجر كده بطريقة بسيطة خالص، من غير اي تعقيدات، من غير اي فزلكة نهائي. وهحطه في طبق كده، واكمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. وانا بعمله حجم وسط، عشان انا عارفة حجم العجينة بتاعي بيطلع ازاي. هوريكم في الاخر حجم العجينة بتاعنا بيطلع ازاي. هخلص الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. خلصت كده، هرفعه في التلاجة لغاية ما نخلص الخطوة الجاية كمان. طاسة سخنة عليها معلقة كبيرة كده من الزيت، ومقطعة كده بصل حلقات، وهبدأ اشويه كده لغاية ما يدبل وياخد لون كده خطير، ويبقى كده شبيه كأنه متكرمل. هخلص كمية البصل بتاعتنا كلها بالطريقة دي، وهنرفعه كده في طبق، ونبدأ بقى نحضر الخضار بتاعنا. انا هحط شرايح طماطم، شرايح فلفل اخضر، ممكن كمان تحطوا خيار مخلل، هالبينو، زي ما انتوا عايزين في الحشو. عشان بقى الطبقة الخارجية التغليف بقى الأخيرة، هنحضر كده حوالي نص كوباية من المية، عليهم معلقتين كبار من العسل الأسمر وسمسم، أو ممكن تلغوا الخطوة دي خالص وتدهنوا وش العجينة بصفار بيضة ومعلقتين كبار حليب ورشة فانيليا. ممكن دي أو دي زي ما انتوا عايزين. النهاردة أنا حبيت أغير وعملت مية بعسل وسمسم. كده اخر خطوه بتاعت التغليف جاهزه. انا كده خلصت كل خطواتي، نبتدي بقى نشتغل. العجينه ما شاء الله اختمرت اهي بعد ساعه بالظبط من التخمير. هبدا بقى كده افرخها بالهواء، وهوريكم بقى مدى ان هي، بصوا يا جماعه، عامله زي الملبن بالظبط من كتر ما هي ناعمه جدا، وخدت حقها كده في التخمير، وبتطلع ناعمه وطريه جدا بطريقه مش ممكن. رشه دقيق كده على الكونتر، وهننزل العجينه بتاعتنا، ونبدأ نلم كده العجينة لغاية ما تبقى كده متكورة واخدة شكل كده خطير، علشان نبدأ نشتغل فيها ونقسمها. بصوا طراوة العجينة مش ممكن.
كده ان شاء الله احنا واثقين ان هي هتطلع معانا ناجحه جدا، وهتطلع كده قطنيه وطعمها بيطلع خطير. هفرد العجينه كده زي ما انتم شايفين بالظبط. زي ما قلت لكم الكميه دي، كيلو الدقيق ده عمل معايا بالظبط حوالي 20 ساندوتش برجر، طعمه رهيب يا جماعه. هبدأ بقى كده اقسم العجينة بتاعتي، وانا بكور القطعة اللي بلاقيها كبيرة شوية باخد منها حتة صغيرة، وابدأ اكور العجين بتاعي كله يبقى حجم بعضه. انا ما وزنتش، انا اشتغلت كده بالوايو. هبدأ بقى اخد قطعة قطعة كده بقى من العجينة والمها واكورها واسيبها كده على جنب. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها وهحطها كده في طبق او على اي صينيه، وهغطيها برضو اهم حاجه عشان وش العجين ما ينشفش، وهركنه على جنب. هنبدا بقى نشتغل. ده طبق بقى الخضار بتاعي، بصل، شرايح طماطم، شرايح فلفل، وعندي جبنه رومي، او ممكن تحطوا جبنه موتزاريلا او جبنه تشيدر زي ما انتوا عايزين، وعندي مايونيز للصوص. ممكن تستخدموا كمان اي صوص انتوا عايزينه، بيك تيستي، اي صوص انتوا عايزين تستخدموه تقدروا تضيفوه. انا كان متوفر عندي مايونيز فضفت مايونيز، طعمه كان حلو وخطير. هحط معلقه صغيره كده من المايونيز، وبعد كده هحط رشه من الاجبان اللي عندنا، اي اجبان موجوده. بعد كده هنحط كده حلقات من البصل المتكرمل الخطير ده. دي اللحمه بتاعتنا جبتها بقى من التلاجة. هنحط بقى لحمه، وبعد كده هنبدا نحط بقى الخضار. عندي بقى البصل المتكرمل وطماطم، فلفل اخضر متقطع برضو شرايح رفيعه، وممكن كمان تضيفوا زي ما قلت لكم خيار مخلل. الحشو اللي انتوا عايزينه بقى تقدروا تضيفوه. الخضار اللي انتوا مش بتحبوه تقدروا ترفعوه، الخضار اللي بتحبوه تقدروا تضيفوه زي ما انتوا عايزين. اهم حاجه هو اساسا ساندوتش برجر، فاهم حاجه في الموضوع البرجر، لكن لو انتوا بقى عايزين تغيروا في الحشو زي ما انتوا عايزين. هبدا اكور كده، والعجينه عشان ناعمه وطريه بتقفل معايا بمنتهى السهوله والنعومه. بصوا الجمال كده. احنا حضرنا اول ساندوتش معانا، بصوا تحفه، ماخدش معانا وقت. نجيب الساندوتش التاني وهنفرد كده فرده صغيره قوي على الكونتر كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط نفس التكرار بقى بتاع الساندوتش الاولاني. مايونيز، وبعد كده اجبان البرجر بتاعنا، شرايح البصل والطماطم والفلفل. وزي ما قلت لكم تقدروا تغيروا الحشو وتضيفوا الخضار اللي انتوا عايزينه. انا ده اللي كان متوفر عندي في البيت فانا عملت بيه. لو انتوا طبعا عايزين تغيروا في الحشوات زي ما انتوا عايزين. وهرفع كده بالراحه، وهبدأ ألم الأطراف على بعض كده بالراحة جدا زي ما انتوا شايفين. هنخلص الكمية كلها بالطريقة دي، وبعد كده هنجيب بقى التغليف بتاعنا اللي احنا كنا محضرينه، اللي هو العسل والمية والسمسم. هجيب بقى الساندوتش بتاعنا ونحطه شوية كده في العسل بالمية، وبعد كده هرفعه تاني بالسمسم. وهكون محضره بقى جنبي صينيه فرن متبطنه بزيت ودقيق او ورق زبده اللي متوفر برضو في البيت هنعمله كده. خلاص بصوا بقى كده هنضمن ان السمسم مش هيقع خالص من الخبز بتاعنا، واخد طبقه كده حلوه قوي، كمان بيقرمش وبيطلع يا جماعه في الاخر رهيب. ممكن تلغوا الخطوه دي وتدهنوا صفار بيضه بمعلقتين كبار حليب، برضو بتطلع خطيره. انا رصيت بقى الساندوتشات بتاعتنا في صينيه الفرن، وهسيبها تخمر كمان حوالي ربع من نص ساعه كده. بعد ما خمرت اهي ما شاء الله وارتفعت، وهي بتخمر بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وهحط بقى الساندوتشات بتاعتنا في الرف اللي في النص. بتاخد بقى وش كده، بتستوي من فوق ومن تحت وبتنتفخ، وما تقلقوش اللحمه بتستوي. خدت معايا حوالي ربع ساعه، وبتطلع يا جماعه مش قادره اوصف لكم بقى على الجمال والحلاوه. في ناس بتساوي البرجر الاول قبل ما تحشيه، لكن انا حبيت النهارده ان انا احشي البرجر زي ما هو وبيستوي في العجينه وبيطلع خطيره. كل العصاره بتاعه اللحمه بتنزل في قلب العجين وبتعمل الساندوتش كده جوسي، وهوريكم ازاي بيطلع خطير يا جماعه. بنسيبه بقى كده
نقدمه زي ما هو بقى كده، بيبقى سخن بيطلع خطير. تقدروا بقى تحطوا جنبه بطاطس، اي حاجه زي ما انتوا عايزين بقى، الاضافات الجانبيه دي زي ما انتوا عايزين. بصوا الساندوتش بيطلع جوسي ازاي، عصاره اللحمه كلها بتنزل في الخبز في العجين بتاعنا وبيطلع خطير. تقدروا تقدموه بقى زي ما انتوا عايزين جنب شيبسي وعصير. اتمنى الوصفه تعجبكم، اتمنى تشتركوا في القناه، وكمان ممكن تفرزوه للمدارس، بيطلع خطير يا جماعه. لازم تجربوا الوصفه بجد.